مرقوق إيطالي حائلي بنكهة نابولية. أبو حميد جاب البصل والثوم، حط زيت زيتون محترم في القدر ونزل باللحم وافرده بهدوء. هنا البهارات تدخل: ملح، فلفل أسود، بودرة بصل، بابريكا، فلفل أحمر، والنجم العالمي صرار حايلي. نقلب لين اللحم يقول خلاص أنا جاهز أتكلم إيطالي. نخلطهم مع اللحم ومعهم ملعقتين معجون طماطم وطماطم مهروسة ونقلب. هنا نضيف شوية موية ومرقة لحم، والريحة تشطف كما شطفت روما حائل. يا سلام، يدخل نجم الدور الإيطالي: اللازانيا. مكرونة لازانيا من إيطاليانو، أفخم شيء في الحياة. نكسرها بيدينا عشان نحسسها أنها داخلة مشروع اندماج ثقافي. قلبها وخليها تنطبخ مع الصوص لين تستوي وتشرب النكهة. خش على الثقيل: خلطة الجبنة. جيب الصحن لحاله وحط فيه جبنة كريمية، تحديدا كيري كيري كيري، ما في غيرها يا إخوان، تغني لي يوم أشوفها في السوبر ماركت. معها بارميزان، موزاريلا، وبقدونس. هذه خلطة تقول لك إيطاليا تحبك يا حايل. اللمسة الأخيرة: حط كريمة الطبخ على الطبخة وقلبها لين يصير القوام مخملي. لا هو مرقوق تقليدي ولا لازانيا رسمية. كذا الأكلة جاهزة. نحط فوق كل صحن ملعقة من خلطة الجبنة، شوية موزاريلا، ورشة بقدونس. وهنا تقدر تقول لضيوفك هذا مشروع مشترك بين حائل ونابولي. توقيع أبو حميز وماركوكو. اليوم عندنا طبق راح يقلب لك مودك حرفيا، لأن اليوم عندنا مقلوبة دجاج بالباذنجان والبطاطس. أول شيء نقطع البطاطس والباذنجان ونروح على القدر. نحط الزيت ونخليه يسخن على نار متوسطة، وننزل بالبصل ونقلبه لين يذبل ويصير شفاف كذا. البصل هنا هو بداية القصة، إذا ضبط كل شيء بعده يزبط. أبو حميز قال حط النكهة من البداية يا أبو لقمة، فنزلنا بالقرفة وورق الغار والبهارات. الحين وقت الدجاج، ننزل فيه ونقلبه لين يتغير لونه. بعدها نغرقه بالموية الحارة، نضيف الملح ونقفل عليه يعيش حياته 30 دقيقة على نار هادية. ونرجع للقلي، نقلي الباذنجان لين يصير ذهبي ومقرمش، وبعدها البطاطس بنفس الزيت، ونختم بالبصل كذلك بنفس الزيت عشان النكهة كلها تدخل مع بعض يا خوي. نجيب قدر نظيف ونبطنه بورق زبدة، ونحط الدجاج في القاع، وهذا هو الأساس، هذا هو البطل. فوقها نرتب البطاطس، بعدين الباذنجان، بعدين البصل المقلي. نجيب الرز اللي مغسول ومصفى ونبهره زين ونفرشه فوق كل الطبقات كأنها بطانية تدفيهم، وبهدوء نكب المرق اللي صفيناه. نقفل القدر على نار متوسطة لين المرق يبدأ يختفي. بعدها نوطي النار ونخلي 30 دقيقة يستوي على مهله. بعدها نطفي النار ونخلي المقلوبة ترتاح 10 دقائق. والحين اللحظة التاريخية، قبل لا نقلبها لازم تطبل يا حبيبي، هذا تراث لازم. مين اللي يقلب المقلوبة ما يطبل على القدر؟ وريني اياه. نزينها بشوية كزبرة ونقدمها وهي حارة. تعرفون كيكة الدخن بحشوة التمر؟ ولا انتم من قوم الكيك الاسفنجي ابو لونين وخلاص؟ اليوم ابو حميز الشيف الخاص حقي شكله جاي يثبت نفسه، جاب بيضتين وكسرهم بايد واحدة، شيك لي على الثقة. ننزل بتقريبا ملعقة صغيرة فانيليا، بعدها نص كوب سكر، واخلط يا مدير. ونصب نص كوب زيت العافية يخلي الخلطة ناعمة والطعم متوازن، ما يغير نكهة بس يضبطها. ضيف معه كوب موية وكوب حليب بودرة. وهنا أبو حميز قاعد يسوي كارديو، ما في إلا قوة خلط. الحين بطلنا يدخل كوبين من الدخن المطحون، ننزل معه ملعقة صغيرة بيكنج باودر، نخلط زين، ما نستعجل، الدخن يحب اللي يعامله باحترام. نجيب الصينية وندهنها بشوية سمن ونوزع بكل الزوايا. نصب نص الخليط وبعدها نجيب التمر المعجون ونفرشه بالنص. يا سلام على الحشوة. نغطيه بباقي الخليط ونرش فوقه سمسم وحبة سودا. الفرن جاهز 170 درجة لمدة 30 دقيقة. وبعد ما تطلع الريحة تفتح النفس، قطعة منه مع قهوة عربية انتهى النقاش. اشتركوا في قناة مرة لذيذ عشان نرجع نحيي وصفاتنا بطريقتنا.